كانت أغنية جميلة بصوت فنانة، يعني فنانة جزائرية مغتربة، يعني زادتها جمالا حضورها معنا في بلاطو سعاد عسلة. نورتي. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. ميرسي. إذا كما كنا نسمعوا اليوم، وكذلك أنه حلقتنا متميزة سارة، كما سبق وقلت أنه بتميز ضيوفنا اللي أو ضيفتنا اللي هم حاضرين معنا بنات المغرب العربي، يعني اللي دائما يشرفوا الأغنية المغاربية خارج المغرب العربي. مرحبا بكم سعاد عسلة وسارة أيوب. شرفين. يعني بدنا نبداو ونقولوا أنه راح يعملوا ديو. يمكن لما لا، احنا نخلي لهم نعطي لهم فكره ومن بعد هم يخموا فيها. اذا سعاد عسلة، كما كنا نسمعوا الفيديو كليب باغنيه صحراويه، يعني بتعرفي بالمنطقه نتاعك بشار. خيار الناس نوجه لهم كامل التحيه من خلال هذا الفضاء الصباحي، وانت في الجزائر من اجل العمل راك تحضري له. احكي لنا عليه. انا في الجزائر كنت سابقا في لبنان نقدم حصه اسمها دنيانا، باش نتكلم على الموسيقى الجزائريه والطبع الجزائري، الموسيقى اللي راني نحافظ عليها، صحراويه دو باتريمون و لا سوفغارد دو باتريمون. ولاحظت بلي هذيك المنطقه ما يعرفوش الاغاني الجزائريه. عرفتهم على الفردة، عرفتهم على الديوان النسواني، عرفتهم على الحضرة. استقبلوني الحمد لله كان الاستقبال كان حار، وكان ils avaient vraiment une curiosité de découvrir notre style musical. وكنت البارح جيت من تونس، j'étais invitée dans une émission, c'est pour promouvoir le tourisme en Tunisie. Le tourisme algérien en Tunisie. C'est difficile en ce moment la Tunisie. Voilà. Et j'ai découvert des frères, alhamdoulilah, ils m'ont bien accueilli. Et pareil, j'ai été au Maroc, à Essaouira, cet été, où j'ai emmené mon groupe parce que أسست فرقة نسوانية من الصحراء سميتها اللمة. لمة وفرقة، يعني اللي يميزها هو تنوع الجنسيات فيها. وي. والثقافات. كيفاش قدرتي انك يعني تجمعي هذه تنوع الجنسيات؟ هذا سي دي زاتوليي كو جو في اون فرانس et partout en Europe, وين عندي 18 nationalités différentes. عندي ألمانيات، إنجليزيات، j'ai toutes ces femmes وين je m'inspire des chants du sud. نغني لهم اغاني صوفيه، اغاني تاع الحضره تراثيه. وشافوا مهما ما يفهموش لغتنا، ومهما ماشي مسلمين، نقول لهم انا راني نقول لكم لا اله الا الله وهي مدح لله، بصح شافوا في هذه الموسيقى ماشي غير فيها راحه للنفس. سي فريمون كالكو شوز كي في دو بيان à l'âme et au corps. وشافوا باللي موسيقتنا ميم ابخي مون ابلي بور فير دي اتولي مع دي مالاد. شافوا باللي هذه الموسيقى تداوي النفس، لو فات دو سو بالونسي، ولو فات اللي نذكروا الله اون بالونسمون، صافي يعني علاج علاج نفساني. دوكو جي في بوكو داتوليي en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, où كونت يعني هذه الفرقة سميتها لمة. ولا الفرقة نتاع لمة كونت هما جزائريات من الصحراء، مغنيات بصح في دون لومبر، يغنوا في الديار ايتو. لا بلو فيي لا 80 ans تلعب الطبل والدربوكه وتغني وتمدح، اي لا بلو جون الا 20 ans. انا علاه كونت هذه الفرقه باسكو شاهدت في كل اشاك فواياج كون جو بار نمشي نشوف هاد النساء اللي يحضروا، يا دي فام كي بارت اللي يموتوا الله يرحمهم، يا با دو غوليف، والموسيقى راها تضيع معاهم، راها تموت معاهم. يعني انت مثلا حاولتي انك تخلفي يعني في هذا الفن الصحراوي او الطابع الصحراوي وتحافظي عليه. نحاول بور لو ليسي فيفون باش نخلوا هذا التراث، باسكو سي نوتر ايدونتيتي، سي نوتر مسؤوليه نتاعنا كفنانين. هي انايا نالف اغاني نتاعي، ça n'a rien à voir du تراث، c'est de la world music où je mélange du blues, du jazz et tout. بصح هذه الفرقه نتاع اللمه سي بيورمون تراديسيونيل، وين عرفت على باغ اكزومبل آلة الفردة في لبنان. يعني واش هما الآلات انت اللي تستعمليهم اكثر؟ في الفرقه النسوانيه كاين البنادير، كاين الطبوله، كاين القنبري،
الموندول، وكاين آلة الفردة، الآلة التقليدية، آلة الفردة، وين عرفت اللبنانيين تخلعوا من قلت لهم هذه الآلة on la joue avec des chaussures. وهذه الفردة هذه سي ان ستيل ميوزيكال qui est خاص بالمنطقة نتاع بشار وسورتو خاص بان فيلاج qui s'appelle Kenadza. On connaît le farda au masculin, ils ont fait le monde entier avec leur musique, mais le farda au féminin existe depuis des siècles, mais elles se sont jamais présentées sur scène. معزولة برك في بشار أو في المنطقة الصحراوية. Du coup, j'ai monté ce groupe. الحمد لله نال إعجاب بزاف الناس. Je les ai emmenés en France. Je les ai emmenés au Maroc. يعني حكينا على رواج الفن الجزائري والصحراوي في أوروبا. C'est bien perçu. حاجة الحمد لله تشرف الفن تاع بلادي يعجب الناس تعجب به بزاف. Et surtout c'est les rythmes, les gens ils aiment les rythmes, les chants. الحمد لله عندها قيمة كبيرة. Et surtout quand c'est des femmes qui jouent. Parce que souvent يقولوا المغرب العربي les femmes elles jouent pas, elles sont شوفوا غير رجال دايما غير رجال. Et elles ont vu, ils voient des femmes, des vrais artistes, des femmes libres, des femmes مهما c'est des vieilles femmes et tout, mais qui ont fait de la musique toute leur vie. أنا من صغري نسمع الموسيقى، ما كانش عندنا مشكلة نتاع الموسيقى حرام ولا الموسيقى. من صغرنا تربينا على الموسيقى والحمد لله على جميع يعني الطبوع الموسيقية أيضا. الطبوع الموسيقية وطابع الحمد لله يشرف الطابع. وين رحنا في الموسيقى نتاعنا تاع الصحراء نذكروا الله نذكروا رسول الله. يعني فيه يعني تعرف عليه الكلمة النظيفة أيضا. كومبليتمون سا سي امبورطون دو دوني اون ايماج. يعني واش رايك لو تسمعينا في البلاطو اليوم؟ يعني كنا سمعنا سارة أيوب والآن شرفنا أن نسمعوا صوت نتاعك معنا سعاد عسلة. إن شاء الله avec plaisir. تفضلي. avec plaisir. تفضلي. أغنية عيشة. إن شاء الله. إن شاء الله. وين وحيد الله يا الله، وين معبود الله يا الله، ويستر الله يا الله، ويا الكريم الله يا الله، ويا الشفيع الله يا الله، ويا الرزاق الله يا الله، ويا العزيز الله يا الله، ويا النذير الله يا الله. العزيز الله، كريم الله، غفور الله، رحيم الله، شداد الله، شاوع ويشا، عيشة قنديشة، سكنة بالجبال، سياح في الغزال، هالي يا ربي مال، هالي من دون النار، واحد في ملكو هني، أنا بايت عسال، الميزان وضيع، الميزان وضيع، في حق الله، في حق الله، عزيز الله، كريم الله، غفور الله. عيشة 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 الكريم الله، العزيز الله، الستار الله، وعيشة وعويشة، عيشة قنديشة، سكنة بالجبال، سياح في الغزال، أبولات المرجة، أبولات الديوان، أبولات سبع الوان، المعزان وضيع، المعزان وضيع، في حق الله،
دافور مولانا الله. عجبنا بزاف عجبتنا الأغنية بزاف. Ça c'est une chanson marocaine gnawa et j'ai changé la musique. J'ai fait مغربية يعني على إيقاع مغربي. على إيقاع مغربي من القناوة. C'est une chanson gnawi. Mais moi j'ai changé la musique, je l'ai fait un peu rock. C'est moderne complètement. يعني رأيك سارة أنه عجبتها الأغنية؟ Parce que ça parle sur ses racines. Au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est les artistes d'aujourd'hui qui prennent des choses anciennes et qui ramènent de la nouveauté. Oui. La modernité. عندهم البصمة نتاعهم اللمسة العصرية. Et on n'oublie pas nos racines, on ramène notre patrimoine et un trésor. Et exactement. Et on le diffuse dans le monde entier. C'est un trésor. Moi, pourquoi je ne peux pas faire que du traditionnel? Là, je m'inspire beaucoup des musiques traditionnelles de chez moi, mais en même temps, je suis obligée de rajouter ma touche parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai été, par exemple, à Cuba. J'ai constaté qu'on avait les mêmes rythmes à Cuba. C'est l'Afrique. J'ai été au Mali. Je me suis inspirée. J'ai rentré la kora dans ma musique. يعني من كل بلد زرتيه أخذتي منه يعني. Et surtout, j'ai vu que toutes ces musiques منين جايين من الإفريقيا. صحيح. On est des Africains. On est des Africains, oui. صح سي فغي. نعرفوا انه افريقيا غنيه بتراثها وخاصه شمال افريقيا وتنوع طبوعها وجمالها. احنا نبقاو يعني زميلنا محمد موفق دائما المتألق تسلل الى الكواليس واخر اخبار وفعاليات الطبعه الثانيه لميس ديامون، وجاء بالتالي نشوفها في هذه الورقه ومكملين حوارنا اكيد مع سعاد عسله وسارة ايوب. يلا تفضلوا.